اليوم بوريكم كيف تغير لوحة سيارتك عن طريق أبشر، إذا كنت تبغى تغيرها للوحات طويلة أو تالفة وغيره، وتستلمها بسهولة وبدون ما تحتاج تروح للمرور. أول شيء ادخل موقع أبشر من المتصفح مو من التطبيق، والحين ادخل على المركبات وادخل إدارة المركبات، واختار السيارة اللي تبغى تغير لوحاتها، والحين اضغط على استبدال لوحات المركبة. هنا راح يبين عندك إذا في إمكانية تطلب أو لا. إذا لقيت الرقم 0 يعني ما في مجال تطلب الحين وجرب بوقت ثاني، وإذا لقيت في عمليات متاحة انزل تحت واختار طلب جديد، وهنا تختار الخدمة اللي تبغاها. مثلا أنا بختار تغيير المقاس، والاثنين لوحات طويلة. وهنا اختار لا إذا ما تبغى شعار، لأن إضافة الشعار الملكي ب800 ريال، وإذا تبغى الشعار اختار نعم، واللوحات العادية ب100 ريال. بعدها اضغط التالي، وهنا انزل آخر شيء تحت واضغط على أقر اطلاعي واضغط التالي. إذا طلعت لك هذه الرسالة إن ما في رصيد هنا، سدد 100 ريال من تطبيق البنك لاستبدال اللوحات. وعشان تسدد من تطبيق البنك ادخل على المدفوعات الحكومية، خدمات المركبات، واختار إعادة إصدار لوحة الترخيص لوحتان، وهنا حط البيانات وسدد 100 ريال. الحين ارجع لموقع أبشر وحط البيانات مثل المدينة والموقع اللي تبغى تستلم منه اللوحة من فرع سمسة ورقم جوالك. والحين بيجيك خانة تسديد الرسوم مع قيمة الشحن. تقدر تسدد عن طريق أبل باي على السريع، أو تحط بيانات بطاقتك البنكية وتسدد رسوم اللوحة مع الشحن. وبكذا تم الطلب بنجاح، وإن شاء الله خلال 7 أيام بتجيك رسالة من سمسة إن اللوحة موجودة عندهم. تروح للفرع اللي اخترته، ولازم تفك لوحاتك القديمة وتسلمها لموظف سمسة، وبعد ما يتأكد من بياناتك راح يعطيك اللوحات الجديدة، وبالعافية عليك.